السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في البث المباشر الأسبوعي بتاعنا، واللي احنا دايما بنعمله مع الأحداث. طبعا احنا عندنا حدث مهم جدا في الوسط الاقتصادي المصري، هو اجتماع البنك المركزي أو لجنة السياسات النقدية بمعنى أصح، اللي بتحدد أسعار الفايدة للفترة القادمة. احنا يعني كالعاده هنستنى دقيقتين كده عقبال ما الناس تبدا تخش معانا ان شاء الله. في الدقيقتين دولت هنتكلم بس حاجه مهمه قوي، ان احنا مش تركيزنا قوي في البث ده على الاجتماع بس. احنا في 3 محاور هنتكلم فيهم في خلال الربع ساعه بسرعه كده، مهمين قوي حصلوا خلال الاسبوع اللي فات، أو بمعنى أصح من ساعة يوم الأربعاء. البنك الفيدرالي الأمريكي واللي عمله في تثبيت الفايدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فده طبعا ليه تأثير هنوضحه. عندنا اجتماع الرئيس برضو في الشباب، مؤتمر الشباب اللي حصل في محافظة اسكندرية، ده برضه هنتكلم فيه لأن كان في علامات مهمة جدا اتقالت في هذا الاجتماع أو في هذا الملتقى الرئيس بالشباب. طبعا عندنا هنتكلم كمان على الوضع الاقتصادي المصري والفترة القادمة اللي هيحصل إيه بالنسبة لنا. أعتقد كده يعني بدأنا نخش إن شاء الله دقيقة كده وهنبدأ بإذن الله نتكلم اللي احنا عايزين نقوله. طبعا أهلا وسهلا بالناس اللي بدأت تخش، وكالعادة برضه بقول لكم معلش مش عارف أتابع الأسامي الناس اللي داخلة، فأهلا بيكم كلكم. طيب متهيألي كده خلاص عشان وقتكم ما نتأخرش عليكم أكتر من كده. احنا طبعا الأربع اللي فات اتكلم البنك الفيدرالي الأمريكي حدد تثبيت سعر الفايدة. هيأثر علينا هنا في مصر؟ طبعا هيأثر علينا في مصر، بس تأثير حلو مش وحش. وأكبر دلالة على كده أو أكبر نتيجة هو إعلان ضمني بقرب نهاية الأزمة الاقتصادية في العالم، أو بمعدلات التضخم المرتفعة اللي حاصلة في العالم. تثبيت الفيدرالي يدل على أن معدلات التضخم في العالم، ويعقبه البنك الصيني امبارح خفض الفايدة. فده واضح جدا ان احنا في اتجاهنا لبداية حل الأزمة الاقتصادية في العالم كله. طيب السؤال هيتقال كالآتي: هو تثبيت الفايدة هيأثر علينا ايه في مصر؟ هيأثر علينا ان هي دي النقطة اللي كانت القيادة السياسية في مصر، وعلى وطبعا القيادة السياسية النقدية في مصر البنك المركزي كان بيلعب على مسألة الوقت، وهنوضحها بالتدريج في كلامنا. ان هو عارف او كان في المخطط ان هو يحاول يوصل بالوضع الاقتصادي ما يسوقش اكتر في الفترة اللي فاتت الى هذا الوضع. وكانت كل المؤشرات بتقول في العالم ان على نهاية 23 ان المشكلة الاقتصادية العالمية هتبدأ، مش هنقول انها هتتحل، لكن هتبدأ في الحل. وهنا كانت الفكرة كلها بتنصب على كده. نبدأ بقى نتكلم بالنسبة لاجتماع الخميس ان شاء الله البنك المركزي. انا يعني يشرفني ان انا اول واحد يمكن في جمهورية مصر العربية اللي ألقيت لقب الثعلب على الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. ويمكن في شهر 6 اللي فات، اللي متابعين صفحتي من فترة من سنة، انا كنت طالبت بتغيير محافظ البنك المركزي، وطالبت القيادة السياسية بتغيير محافظ البنك المركزي، لأن كانت قراراته هي سبب كبير قوي للي حصل
مش قرارات مش من ساعه حرب اوكرانيا وروسيا، لا ده من ساعه الكورونا. يعني القرارات اللي اتخذت ايام الكورونا كانت هي من عوامل او بدايه عوامل المشكله الاقتصاديه اللي احنا وصلنا لها في الفتره الاخيره. شهر 8 الحمد لله استجابت القياده السياسيه وتم تغيير محافظ البنك المركزي الاستاذ طارق عامر بالاستاذ حسن عبد الله، وواضح جديا ان الراجل ده جاي بفكر جديد غير متبع. كانت مشكله الاستاذ طارق عامر في الفتره اللي فاتت هو الاعتماد على الهوت ماني او الاموال الساخنه، بحيث ان هي كانت تمثل اكثر من 30% من حجم الدخل الدولاري في مصر. طيب سريعا هنقول توقعاتنا بالنسبه لاجتماع يوم الخميس. 90% تثبيت الفايده في الفايده في البنك المركزي، 10% زياده 1%. وال 10% لان انا متعود دايما ما فيش حاجه في الدنيا اسمها 100%، لكن بعمل 90% تثبيت و10% هي زياده 1%. طيب هيجي لي سؤال طبعا انا متاكد منه، الناس هتقول ده اعلان التضخم 40% اساسي لشهر مايو. التضخم في مصر يا جماعه لازم نفرق، التضخم ليه نوعين. في تضخم نتيجه نقص في السلع فبتزيد اسعارها لان المعروض بيبقى قليل والطلب بيبقى كتير، مش ده اللي حصل في مصر. اللي حصل في مصر التضخم في مصر نتيجه التعويمات الكتيره اللي حصلت فارتفعت التكلفه فحصل التضخم هنا. يبقى اذا التضخم في مصر كان نتيجه ارتفاع التكلفه. ويمكن كان في شهر 8 اللي فات كانت الناس معترضه عليا ويعني وشفت كلام كتير قوي اتضايقت منه بصراحه لما انا قلت ان الدولار المفروض ما يزيدش عن 19.75، وقلت ان مستحيل يحصل تعويم اكتر من كده، وحصل التعويم. تمام. وده كان سوء، ده من احد الاسباب اللي انا طالبت بيها ان طارق عامر لازم يتغير لسبب صغير، والحمد لله الرئيس قاله في اجتماع الشباب ان ما ينفعش اعمل تعويم وانا ما عنديش دولار. يا عندي دولار واعمل عليه تعويم يبقى انا كده ماشي صح، يا ما عنديش دولار وبعمل تعويم يبقى انا بنشط السوق السوداء. لازم ده الفرق، وده اللي انا بنيت عليه تحليلي ان في ناس بتفهم في البنك المركزي هتاخد بهذا الكلام، وللاسف ما حصلش وحصل التعويم وساءت الاحوال. يعني بمعنى اصح انا لو كنت ثبت وما عملتش التعويم على 19.75 ما كانش الدولار هيوصل في السوق السوداء ل 40 و45، لان هو كان اخره 36 في السوق السوداء ايام ما كان ب 49 ايام ما كان ب 19. لكن انا لما رفعت وعملت التعويم ل 27 وصل الدولار للقياس اللي حصل. الحمد لله تداركت القياده او قياده البنك المركزي لهذا الوضع، والرئيس اعلن في اجتماع الشباب من 3 ايام لا تعويم في مصر حتى لو ساءت العلاقات ما بين مصر وصندوق النقد الدولي. فده في حد ذاته خفض سعر السوق السوداء في الفترة الحالية من 45 جنيه إلى 36 و37 و38. وخلي بالكم إن في فترة العيد الكبير هيرتفع شوية في السوق السوداء نتيجة أجازات البنوك، لكن دي هتبقى ارتفاعات وهمية. طيب ايه اللي حصل بالنسبه لمصر وصندوق النقد، وايه القلبه اللي حصلت في الفكر في البنك المركزي؟ هو ما حصلش قلبه ولا حاجه، هي كانت طلبات الصندوق. طبعا احنا كلنا حفظناها ظهرا عن قلب والناس كتير قوي اتكلموا فيها، مش هنكررها بقى، ما فيش وقت للكلام ده. لكن احنا بنقول ان في 3 حاجات مهمين جدا كانت الفتره اللي فاتت، وكانت هي دي اسباب اللي حصل الفتره اللي فاتت. اولا الغاء الدعم. الدوله من فترة طويلة بتتكلم على تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، وهو ده اللي حصل، وهو ده سبب انفلات الأسعار. إن أنا أوصل الأسعار لدرجة معينة
بحيث ان انا اقدر احول ليها ما بين الدعم اللي احنا كنا بندفعه في سلع مش كل الناس اللي هي محتاجه بتستفيد، وكان في ناس ثانيه بتستفيد منه، الى انه يتحول الى دعم نقدي. وده فكره تكافل وكرامه. فكره تكافل وكرامه هي تحويل الدعم العيني الى دعم نقدي. دي اول حاجه اللي حصل في الفتره اللي فاتت. الحاجه الثانيه ان انا كان طلبات الصندوق ان يبقى فيه سعر صرف مرن. لو انا كنت سبت سعر صرف المرن، وده كلام الرئيس مش كلامي انا، سعر صرف المرن يمشي في السوق للتبعيه اللي موجوده بدون تدخل من الدوله وادارته، كان الاسعار هتولع، والقياده السياسيه كانت هتبقى الموضوع صعب جدا بالنسبه لها. وخصوصا ان احنا داخلين على فتره انتخابات السنه الجايه، الوضع السياسي ملتهب، واحنا عارفين ان الدنيا مش بيس قوي، او مش هاديه قوي في الشارع المصري نتيجه ارتفاعات الاسعار. فكان لازم وضع حد لهذا الموضوع بتثبيت سعر اكثر وقت ممكن، واللعب على فكره تايم از ماني، يعني الوقت بالنسبه لي فلوس. هي دي الحاجه المهمه اللي احنا بنلعب عليها، او القياده السياسيه بتلعب عليها الفتره الجايه. الحاجه الثالثه والمهمه جدا اللي حصلت، طبعا مصر عضو في منظمه التجاره العالميه WTO، وما نقدرش نوقف استيراد، ما نقدرش نعلن ان احنا نوقف استيراد. طيب مصر كانت مطالبه انها تخفض الفاتوره الاستيراديه 33%، واحنا وصلنا لها الحمد لله وخفضناها. ليه؟ لان احنا عندنا معظم الحصيله الدولاريه اللي بتوصل لمصر كلها بتطلع في استيراد. تمام؟ طيب ازاي احنا وصلنا ان احنا نقلل الاستيراد 33%؟ لما انا سبت سعر الصرف يعلى قوي، اصبح المنتج مكلف اللي جاي، اصبح ان انا كمواطن بدل ما كنت بشتري الحاجه مثلا كرتونه، لا دلوقتي بشتريها ربع كرتونه. فاذا انا قللت حجم الاستهلاك بتاعي، ودي كانت الفكره بتاعه الشهادات الكبيره، انها تقلل الفلوس عشان يقلل الاستهلاك ويقلل الفلوس اللي مع الناس، فتقلل الوضع الاقتصادي، تقلل وضع المشتريات، فده يبقى نتيجه انه يقلل الاستيراد بتاعي. فنتيجه هذا تمت عمليه ان احنا قللنا الاستيراد بتاعنا 33%، وده معلن من البنك المركزي. تاني حاجه ان نتيجه ارتفاع الاسعار برضو احنا قدرنا زي ما قلنا ان احنا قدرنا ان احنا نقلل الفاتوره الاستيراديه. طيب احنا عندنا زي ما قلنا كان دي طلبات الصندوق مع السعر المرن. طبعا احنا اعلنا ان ده قضيه امن قومي، ومش هنقدر نتكلم في الموضوع ان احنا نزود سعر الصرف تاني. يعني معنى ان انا هزود سعر الصرف وانا ما عنديش الدولار الكافي، معنى كده ان السوق السوداء هتعلى تاني، معنى كده ان الاسعار هتعلى، وده كله قاله الرئيس في المؤتمر. طيب انا عندي جدول سندات ديون مصر عشان نعرف بقى الفتره اللي جايه في مصر هتمشي ازاي. عندك لغايه سنه 2026 انت مطالب انك تسدد في 23 تقريبا، احنا خلاص قربنا نخلص 17.5 مليار. في سنه 24 مطلوب ان احنا نسدد 24 مليار. ال 25 احنا مطلوب ان احنا نسدد 15 مليار. 26 ودي نهايه الفتره الصعبه هيبقى مطالبين ان احنا نسدد 10 مليار دولار. هنجيبهم منين؟ سمعنا خبر كلنا من 4 ايام ان مصر وقعت مع مؤسسه التمويل الدوليه، ودي تابعه للبنك الدولي، في عمليه تقييم عمليه تقييم للاطروحات اللي موجوده في
للمشاريع اللي هتتم بيعها في الاداره المصريه الفتره اللي جايه عن طريق البنك الدولي. طب ليه احنا اتخذنا هذا القرار؟ رقم واحد، لان البعثات اللي تم تطلعها من الحكومه المصريه ما نجحتش في انها تجيب اسعار كويسه. ده معلن، وفشلت كل البعثات اللي كانت طالع بيها الاستاذ مصطفى متولي او الدكتور مصطفى متولي رئيس الوزراء. فده كانت نتيجته ان احنا لازم نحقق اكبر فايده ممكنه من هذه الاطروحات، فاتجهنا الى مؤسسه دوليه هتقوم هي بالتسعير والاعلان عن البيع في الفتره اللي جايه. دي رقم واحد. ومفروض 30/6 كان الدكتور مصطفى مدبولي اعلن ان هو لازم هيعلن عن المشاريع اللي هتتم طرحها بالاسعار الجديده. الحاجه الثانيه، عامل الوقت اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، ان انا بحاول اخر الالتزامات المصريه. طبعا كان من اهم التزامات الصندوق على مصر ان هي تبيع او خروج القطاع الحكومي وبالاخص الجيش من المشاريع القوميه، ودخول المستثمر الاجنبي او المستثمر المصري او السوق الخاص بمعنى اصح كامله. مجموعه المشاريع دي تتجه او الاقتصاد يتجه الى القطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي. طيب، يبقى اذا انا بتجه ان انا اكتر الحصيله الدولاريه بتاعتي عن نتيجه بيع المشاريع او الاطروحات، وهي كميه جامده مش قليله. وتقريبا سمعنا ان في اول محطه كهرباء هيتم عرضها ب 2 مليار دولار، ودي حاجه مبلغ كويس جدا. المشاريع اللي داخله المفروض ان هي في حدود 16 مليار دولار هتخش خزينه الدوله في الفتره اللي جايه. يبقى اذا احنا لازم نبقى عارفين ان الموضوع صعب لغايه سنه 26، بس مش بالصعوبه اللي فاتت او مش بالحركه العنيفه اللي حصلت الفتره اللي فاتت. لا، العمليه هتبدا ترتاح الفتره اللي جايه، وخصوصا ان في اتجاه زي ما قلنا دلوقتي ان قطاع السياحه بدا يزيد، قطاع التحويلات المصريين هيبدا يزيد الفتره اللي جايه، قطاع التصدير بدا يزيد، وخصوصا ان احنا بدانا نطرق السوق الافريقي بقوه. احنا في اتفاقيات ان احنا نوصل ل 16 مليار دولار حجم صادراتنا في دول الكوميسا الفتره اللي جايه. بعد كده عندنا الوضع يعني في تحسن واضح، وبدا يمكن اللي متابع الاسعار اليومين دول بدات تنزل، الذهب والحديد واسعار بعض المنتجات الاستهلاكيه. فاحنا في اتجاهنا الى اقدر اقول ثبات، مش هقول انخفاض، لا ثبات الوضع الحالي اللي احنا فيه. طيب، السؤال برضو اللي ممكن الناس اللي انتوا تسالوهوني، توقعك ايه للتعويم الفتره اللي جايه؟ لا طبعا هو الرئيس خلاص اعلن ان مفيش تعويم الفتره اللي جايه، تمام. كانت في ناس بتقول طيب احنا هنأجل الموضوع لشهر 9، هو لا شهر 9 ولا شهر، خصوصا زي ما قلنا احنا داخلين على فتره انتخابات، لازم عمليه هدوء سياسي تحصل في السوق. كان ليا وجهه نظر واعلنتها طبعا مع احترامي الشديد للدكتور مصطفى مدبولي، والراجل تعب معانا كرئيس وزراء في مصر وانجز ما تم الطلب منه، ولكن من وجهه نظري وطلبت بيها اكثر من مره بعد طلبي بتغيير محافظ البنك المركزي، وبوجه الطلب ده للقياده السياسيه، توجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على اللي قام به الفتره اللي فاتت. ولازم يبقى فيه على راس المجلس الوزراء قياده اقتصاديه من الطراز الاول. الفتره اللي جايه هي فتره اقتصاد وليس بناء. احنا تقريبا انتهينا من موضوع البناء. الدكتور مصطفى قام بالواجب كامله. لازم شخصيه اقتصاديه مثل مثلا الدكتور محمود محي الدين على هذا المستوى يبقى هو اللي على راس مجلس الوزراء الفتره القادمه. اعتقد ان في كلام بدا يتقال، ويمكن شفنا حاجه مهمه جدا اللي خد باله من هذا الموضوع في اجتماع الشباب، جلوس او في افتتاح في افتتاح محطه الكهرباء في اسكندريه، جلوس
الأستاذ حسن عبد الله على يسار السيد رئيس الجمهورية. ده نوع من التكريم للأستاذ حسن عبد الله على الفترة الماضية، وأعتقد إن احنا ممكن نشوف حاجة قريب جدا من هذا الموضوع من جلسة الأستاذ حسن عبد الله على يسار رئيس الجمهورية. ده يعني في البروتوكولات حاجة مهمة مش بسيطة. كده تقريبا أنا غطيت الموضوع كله بتاع اجتماع لجنة السياسات. التضخم، هل التضخم هينزل في مصر الفترة اللي جاية؟ مش هينزل التضخم في مصر إلا سعر الدولار. مش هيخفض التضخم في مصر إلا سعر الدولار. وكلنا عارفين ان من احد الحاجات اللي التزمت بها الحكومه المصريه مع صندوق النقد ان احنا نوصل في الربع الاخير من الميزانيه بتاعت 24 ان احنا نوصل ل 7% التضخم بلس ماينس 2%. مش هتنزل الا اذا سعر الدولار انخفض. هل هنشوف انخفاض في سعر الدولار؟ في دراسات كتير بتقول ان سعر الدولار على اخر 24 هيوصل ل 27 جنيه. إذا ده حصل يبقى التضخم في طريقه إلى الهبوط. شكرا جزيلا، وأزعجتكم معايا الفترة ديت، وأرجو أن كنتوا استفدتوا، وفي انتظار أي أسئلة حضراتكم تشرفوني بيها، وإن شاء الله نجاوبها على الصفحة. ما تنسوش إحنا عدينا الفترة الصعبة من الاقتصاد. الفترة اللي جاية فيها شوية ازدهار وشوية راحة شوية عن الضغط اللي كان موجود. سلام الله عليكم، وإن شاء الله مع الأحداث القادمة يبقى لنا لقاء بس مباشر تاني يتعلن عنه إن شاء الله في وقته. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.